اتفضل. تعالى لا ما احنا جايين له ده. لا انا جايين لا انا هتكلم في البرنامج يا عمر بيه. اتفضل. وبعدين نقوم ان شاء الله. بس احنا عايزين برنامج انتخابي. صح طبعا ان شاء الله. انت سعادتك علاقاتك حلوه طبعا انا بقول الدكتور عمرو موسى ايوه مش مجامله، لا هو الدكتور الله لازم يخليك. ينحط في المكان ده بالظبط. علاقات خارجيه ان شاء الله دول عربيه البرنامج بالكامل أجنبية. انا هجيبه لحضرتك رئيس لمصر او مصر. النهارده عشان لا رئيس لمصر انا اخبر وكده، بس احنا احنا عارفين الظلم اللي الحمد لله في ضغوط وفي حاجات يعني عدى حط عليه هو، بس هو برضه كبير يعني. بس موضوع ويتخطى وزارة كل الصعاب. التربية في الاول يعني. موضوع الجامعه العربيه ده عدى كده على حضرتك. انا عارف ان كان في ضغط على حضرتك من وزاره الداخليه في الاول، وبعدين الجامعه العربيه في الموضوع اللي حصل بتاع سوريا ولبنان. الدول العربيه كلها. في حاجه بالنسبه لاعاده فعل الداخليه بالنفس على طبعا انا الداخليه تصوري عشان راجل قضاء وليس وزير من لا مش كمان شرط يبقى الضباط. رئيس لا، مش إنما لازم. لا مش لازم، انما ضروري يبقى مدني. سعادتك- ممكن يبقى مدني سعادتك. وممكن يبقى ضابط ايضا، انما هو حسن الاختيار. طب ما نخليه بالترشيح لا ما ينفعش. بالترشح. ده وزاره. ايوه فندم. سلطه تنفيذيه دي وزاره. ترشح فقط للنواب السلطات الشعبيه. والرئيس والمحافظ والعمده ان شاء الله دول كلهم هيبقوا يا ريس ماشي يا ريس الوزراء عارف سعادتك الداخليه خدمت النظام 30 سنه هم